اوعي تفكري ان اللي بيعدي ابنك هو اخوه العيان بس، او بنت عمته العيانه اللي عندها دور برد. لا، اي انسان ممكن يكون مصدر للعدوى. دايما بنبقى مخدوعين بس في الناس المصابه. حضرتك او باباه مثلا لو سليم ومش عيان ومش سخن ومش بيكح ولا اي حاجه، بس هو نفسه يحمل جراثيم. احنا بنروح الشغل ونركب مواصلات ونقابل ناس، والناس تتنفس في وشنا وناس تكح في وشنا، ونفسنا كله جراثيم. نيجي نروح البيت نبوس الطفل الغلبان ده، نجيب له احلى دور. ليه؟ لان هو مش شرط لما اكون انا حامل لفيروس ان انا يظهر عليا اعراض. ممكن يكون مناعتي كويسه فما مش يظهرش عليا المرض نفسه مش موجود، انما انا حامل للميكروبات دي كلها. الكلام ده كان مشهور قوي ايام الكورونا، يقول لك هو حامل للفيروس بس ماشي ينقل العدوى للناس، لكن هو نفسه مش مصاب. كذلك اي فيروس، دور البرد العادي، الانفلونزا العاديه. فبالتالي يا ريت يبقى في تباعد اجتماعي، بالذات الاطفال اللي هم اقل من 6 شهور واقل من سنه. ما نقعدش بقى نبوس ونحضن ويعني نعمل بس تباعد اجتماعي. بس اللي حبيت افهمه لك ان انت نفسك ممكن تكوني مصدر للعدوى، وانا كمان ممكن اكون مصدر للعدوى، وما ظهرش عليا اي اعراض. لا انا بكح ولا انا سخن ولا انا برشح. فكل الناس هي متهمه في انها تكون مصدر للعدوى. ربنا يحفظ ولادكم جميعا.